السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده هنعمل حاجة روعة وعظمة خالص خالص خالص. الطواجن الجامدة دي والشعر المحمر المكرمل ده. ايه بقى اللي في الطواجن دي؟ حاجة سهلة جدا وكلنا بنعملها في بيوتنا. بس احنا النهاردة بقى حطيناها بقى في الفرن عشان ايه وشها كده يطلع بالجمال والحلاوة دي. حاجة تفتح النفس كده. عملناها بقى في طواجن وعملناها في صواني. وقلنا بقى نقدمها ايه بأشكال كده، بشكل كده يفتح النفس ما شاء الله. اوريكم دلوقتي بصوا، تبصوا كده على جمال وش الطواجن وش الصينية. خطير خطير خطير. تعالوا بينا نبتدي، بس ما تنسوش بقى اللايك. طبعا هنا جبت كوبايه كوبايه ونص كده رز. غسلتهم غسله كويسه ونزلت عليهم بقى بحوالي لتر ميه. وهسيبهم بقى مع نفسهم كده، بس الاول هحط بقى ذره من الميه اهو. اغطي بقى عليها واسيبها بقى. بصوا ما شاء الله كده بقى لما اتشربت خالص. طبعا انا سويته في ميه ليه وسويته في حليب هيشيط، فقلت اسويه الاول في ميه. بعد كده نزلت بقى عليه دول لترين من الحليب. هحط بقى بالتدريج كده، هنزل باللبن كده بالتدريج وهقلب اهو. طبعا يا جماعه الرز بلبن ده عرفت ان هو رز بلبن كده. انا حرقت الفيديو. الرز بلبن من الحاجات الجميله قوي، من الحاجات اللي من سنين السنين اللي كلنا يعني اهالينا وكلنا بنعملها ما نقدرش نستغنى عنها. طبعا كان عندي كريم شانتيه، نزلت بنص كوبايه كده من كريم الشانتيه. وعشان ما يلكعش بقى ما يكلكعش معايا، اجيب المضرب خبطتين كده خلاص سك خالص من كل التكتلات اللي كان فيه. وهقلب بقى لغايه بصوا طبعا ما شاء الله الحله تضاعفت ازاي. اخر شويه لبن نزلت بيهم بقى. هسيب حبه كده، هنزل بقى واحط بقى كوبايه من الحليب كده او نص كوبايه براحتك يعني. واحط 3 معالق من النشا كبار وهدوبهم بقى. طب انا اقوم احس ان الرز استوى في اللبن كده جامد، وانزل بقى بمعلقه من السمنه. التكات دي يا جماعه بتفرق قوي في الرز بلبن اهو. السمنه او الزبده. بقى اقوم احس ان الرز بقى استوى خلاص. انا مجهزه جنب مني النشا واللبن اهو. شايفين بدأ يغلي اهو ودخل في السوا خلاص. وشويه جوز هند، نص كوبايه جوز هند. بنزل بقى بالخطوات بالمقادير دي بالتدريج كده عشان اخد رز بلبن قوامه خطير. لو صبيتيه في بولات كده واتاكل كده برضو تحفه. بس احنا بقى المره دي قلنا ندخله الفرن عشان زي المحلات بالظبط رز بلبن فرن. وفي المحل اسمه رز بلبن فرن عشان وشه بيبقى متحمر يعني. وانا قلت بقى النهارده نعمله بقى بالطريقه دي. خطير يا جماعه خطير. ونزلت بقى بالنشا 3 معالق نشا مدوباهم في كوبايه اللبن. ما شاء الله بصوا بدأ يغلي اهو. سامعين التكتكه؟ خلاص هطفي بقى كده عليه النار، ولا مكلكع ولا اي حاجه. اللهم بارك اللهم بارك تحفه. نزلت بقى باكيتين من الفانيليا. عندك فانيليا سايبه نص معلقه. خلاص هطفي بقى كده عليه على النار وهنقله بقى على الرخامه اهو. نقلته. جبت بقى الطواجن والصينيه، حطيتهم في صينيه ألمونيا كده عشان ندخلهم الفرن. ما شاء الله خطير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
ادخلهم بقى الفرن على الشوايه على الشوايه ياخدوا لون بقى حلو. انا جبت برضو معلقه من السمنه وزعتها على كل على الطواجن دي وعلى الصينيه عشان يتحمر وشه كده ويبقى وشه الجميل اللي شفتوه في اول فيديو ده. ادخله بقى ياخد لون واطلعه لكم. شايفين بقى، شايفين الدقه بقى في التفاصيل؟ خطير يا جماعه، خطير. واو واو واو، بجد تحفه، بجد تحفه تحفه تحفه. بصوا طول ما انا واقفه عمال ياكل مني، ما شاء الله خطير. وريحته بقى ايه، قلب المطبخ كده، تحفه بجد. شايفين شكله؟ ايه رايكم؟ قولوا لي يا جماعه ايه رايكم؟ هستنى بقى رايكم في الكومنتات. قولوا لي بقى اللي بتعملوا زي تقولي، واللي ما بتعملوش تعملوه بنفس الطريقه دي هيطلع معاه خطير. طبعا معلقه الكريم شانتيه بتوديه في حته تانية، والله العظيم بتوديه في حته تانية. سلام بقى لما يكون اللبن بتاعك بقى لبن سمين كده، ولبن بخير وكده، يبقى تحفه في الرز بلبن. طبعا هو ده الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى ان انا اكون نلت اعجابكم في الفيديو. بصوا شايفين الرز بلبن خطير طلع عامل ازاي؟ بصوا تحفه تحفه. الف هنا وشفا. استنى بقى ارائكم وكومنتاتكم الجميله، وتقولوا لي ايه رايكم في الرز بلبن، في الرز بلبن في الفرن. تقولوا لي ايه رايكم ولايكاتكم الجامده وكومنتاتكم. مننساش بقى نختم الفيديو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله.